التي كانت حاضرة قبل عامين من الآن عندما واجه برشلونة فريق نادي اسبانيول على أرضية هذا الميدان، لكن ذلك لقاء كان في الجولة رقم 34 وهذه مواجهة تقام في الجولة 36 من بطولة الدوري. الظروف ربما تكون مشابهة كثيرا لتلك الظروف التي كانت حاضرة في ذلك التوقيت قبل سنتين من الآن. الوعد هو انتصار يجعل من برشلونة بطلا لبطولة الدوري ويقرب بعد ذلك اسبانيول من التفاصيل في هذا الديربي الكتالوني. اللقاء في هذه المواجهة دافيد تشيزني في حراسة المرمى، كريستنسن فرنانديز. هذه هي تشكيلة فرنانديز أمامية داخل منطقة الجزاء، خطيرة جدا خطيرة جدا. الكرة الماضية كانت عن طريق أوركو غونزاليس. أوركو غونزاليس كاد أن يفتتح أهداف هذا الديربي مباريات ورغم التأخر أكثر من هدف. كرة بمحاولة ملعوبة الآن أمامية طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى رمي. فاز في 4، خسر في 5 لقاءات مع هذا الحكم. في كرة بمحاولة عرضية خطيرة جدا ملعوبة الكرة والمحاولة الماضية الدوري رقم 28. الدوري رقم 8 اسباني في هذا العام يبحث عن لقب آخر على مستوى بطولة الدوري في هذا الموسم. هذا هو رافينيا وأول القادة بكل تأكيد. تقريبا دام لمدة هذا الملعب الجسعة، وبالتالي ننتظر ما يمكن ان يحدث من محاولة ثابتة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، واللقطة الماضية بلمسة عن طريق المرور وصلت الى ليفاندوفسكي. تسديدة قوية جدا من ليفا يبحث عن التسجيل اولا من اجل ان يصل الى هدفه رقم 100 بقميص البارسا. ثانيا مثالية جدا وصلت الى روكا والبطولات. المباراة رقم 134 في وصل لمصلحة فريق برشلونة. امامية الان طالت على رافينيا وتحولت الى خارج ارضية الملعب. تصل تمريرة اولمو الى خارج كيس. رحلة البحث عن الهدف الاول. راعي الكيف تشيزني يقف في المكان المناسب ويتصدى. عرضية داخل منطقة الجزاء وبعيدت في التوقيت في الجهات اليمنى. أراوخو من الجهات اليمنى عرضية عن طريق بيدري. خروج برشلونة الآن أمامية ملعوبة لا زالت مستمرة وقائمة. تدخل للكرة والمحاولات الماضية في ذلك التوقيت. هبوط فريق اسبانيول إلى فرق أندية الدرجة الثانية وبعدت من أمام الدنماركي، لكن يعود عن أول أهدافه في هذا الموسم. كرة بمحاولة ملعوبة، سلسلة صار لها سنين لعدم فوز اسبانيول على البار الأخيرة. كرة بمحاولة ملعوبة الآن تسديدة ذلك إلى خارج أرضية الملعب. كرة تصل إلى ركل. الفترة الأخيرة تحسنت جدا إذ أصبحت في طريقها للمرمى بشكل كبير من سوء حظ. كرة عن طريق جيرار مارتن، محاولة أبعدت من أمام ليفا إلى خارج أرضية. ستنسن يحاول وبجواره يقف الهلالي أو هذا أنطونيو روكا. وبعد ذلك في الجهات اليسرى رافينيا محاولة المرور مع المنتخب المغربي. ظهور جيد جدا في هذا الموسم مع فريق اسبانيول، ودفاع واستبسال وكرة تصل ما بين الفريقين من دون محاولات كبيرة لروبرتو فرنانديز. كرة بمحاولة عرضية للبارسا داخل هذا الأمر الذي مستوى معظمي يبحث عن الدخول إلى داخل منطقة الجزاء. وبعد ذلك 3 كرة تعود الآن في الجهات اليمنى. إيريك غارسيا عرضية، لكن التدخل يأتي من عرضية داخل منطقة الجزاء. مرت من أمام الجميع إلى خارج أرضية الملعب. تصل إلى لامين يامال، عرضية داخل منطقة الجزاء بنتيجة هدفين مقابل لا شيء. لكن اتلتيكو من الأندية التي ضمنت بالدي بديلا للاعب جيرار مارتن. كرة بمحاولة أن يستمر مع الفريق لفتح لامين يامال يسدد، لكن في إحضار حارس المرمى أمامية عن طريق مارتن. الآن محاولة بعد ذلك بإسبانيول. كرة بمحاولة في الجهات اليسرى الآن
جيرارا اوخو اماميه الى ايريك غارسيا، وبعدت بعد ذلك تحولت. وفريق اسبانيول RCDE، يعني انت تقول بالعقل من غير بطولات. نعم، لا تاتي تقول لفريقك ما عنده، ما لك دخل. محاوله لمصلحه اسبانيول، عرضيه ملعوبه داخل منطقه الجزاء. الاوروغوياني رونالد اراوخو، صافره موجوده، خطا ياتي لمصلحه داني اولمو، يسقط في ارضيه الميدان. داني اولمو الان وصلت الى الجهه اليسرى، عرضيه تاتي ولمسه من رافينيا طالت على ليفاندوفسكي وتحولت الى خارج ارضيه الملعب، تصل الى امام من الجهات اليمنى. المحاوله لمصلحه لويس انريكي وفريقنا، لمصلحه فريق اسبانيول. تين القادمتين فياريال وبالواو، تسديده قويه تاتي مرت بجوار القائم، تحولت اللي هو لامين يامال اماميا الان، طالت الكره والمحاوله الماضيه على اولمو في الجانب المقابل من جديد باقدام لامين يامال. تدخل ياتي مثل، تحولت بعد ذلك اماميه، لكن حكم ما بين فريق طامح للبقاء في بطوله الدوري يقاتل كارلوس روميرو. بيدري يلعبها الى من؟ الى اللاعب يامال، وبعد ذلك الله 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 الله، هي لمسه من المبدع الخارق الفنان، هي لمحه من هذا الاستثنائي في ليله استثنائيه كافيه لان يتوج البارسا وان يتربع على العرش مره اخرى. لامين يسجل، ويا له من هدف، يا لها من طريقه، ويا له من حضور. لامين يامال وبطريقه في غايه الروعه يضع برشلونه في المقدمه، يسجل ويتقدم، وإن غاب لكنه يبحث عن الحضور الاستثنائي. هو المتفرد لا يشبهه أحد، وهو الوحيد لا يقارن بأحد، وهو العاذر الغائب. نعم، لكن اليوم بلمسة، ويا لها من لمسة. بدأت تتحسن في الشوط الأول الكل والثاني في السنوات الثلاث الأخيرة. هذا البارسا الآن يقترب أكثر وأكثر. كرة إلى صافرة موجة الجزاء، يحاول التقدم خافيا بوادو، سقوط أو 50 دقيقة لعبت. انطلاقة تأتي عن طريق يامال، أمامية ملعوبة عن طريق، يعيد الكرة من جديد لامين يامال، كوبارسي، والكرة فيها صافرة موجودة وخطأ. بوادو، خافي بوادو يلعب كرة، لكن إيريك غارسيا في المكان المناسب يتصل، وقائمة عرضية داخل منطقة الجزاء إلى داني أولمو، وبعد ذلك إلى خارج ار 18 و17 بقيمة وإمكانيات اللاعب اللي هو جوفري كاريراس هو من دخلون الآن في هذه الأثناء. أمامية ملعوبة، الكرة طالت على اللاعب لامين يامال. المشاهدة أم أن اسبانيول سينجح في العودة من دون وليد. انتهت 4-2، تعود المحاولة من جديد، زالت مستمرة وقائمة. اسبانيول أمامية بريمية. حكم المباراة أشار إلى استمرارية اللعب، الكل كان يعتقد بوجود التسلل لمصلحة اسبانيول. الآن تسديدة قوية اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. الثانية خطيرة جدا، ملعوبة، لكن راية وتسلل روبرتو فرنانديز كان في لامين يامال. لامين الآن دعم اسبانيول، أمامية الكرة إلى بيريميا يحاول، والتدخل من كريست الجزاء، عادت من جديد لمصلحة اسبانيول. تسديد الآن جميل جدا، هذا داني أولمو يترك أرضية الملعب، والبديل هو جافي، وأيضا كريستنسن يترك حاضرا في مدرجات ملعب المواجهة، ينتظر ما حكم المباراة للاعب كابريرا. وهنا بطاقة حمراء ملعوبة داخل منطقة الجزاء. برشلونة أيضا لمدة موسمين لم يفز معه بلقب بطولة الدوري.
ولكن حقق معاه لقب بطولة الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس. يمين يامال إلى داخل المنطقة، خلاص 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 خلاص، مسكوا الختام مسكوا الختام مسكوا الختام، يأتي عن طريق فيرمين لوبيز، خلص لوبيز، حسمها لوبيز، انهاها فيرمين، انهاها فيرمين. برشلونة وبأطفال لاماسيا، وبأطفال لاماسيا ينهي أمر الدوري، ينهي بطولة الدوري ويتوج باللقب هذه المرة وبأقدام فيرمين لوبيز، يضع الكرة في الشباك ويعلن عن ثاني له.